اتمنى بعد خسارة النهارده انك تكون يا كابتن محمود انت واصحابك قاعدين في العزبة فرحانين. والله ان ايه ده؟ ايه المنظومة فاسدة من اولها لاخرها، من اولها لاخرها فاسدة فساد غير طبيعي. لو قعدنا نتكلم عن الفساد والصفقات المضروبة والمدربين المضروبين مش هنخلص كلام من هنا للصبح. لكن النادي الاهلي اتعمل عزبة يا جدعان، ما ينفعش بقت عزبة خلاص. كابتن محمود الخطيب وجايب صحابه قاعدين يلعبوا في انتظار قرار تاريخي اللي هو هنفتتح فرع في الصعيد ان شاء الله. فروع وحاجات وسايبين الفريق الكرة خربان. بوظتوا الفريق، عملتوا جبتوا لعيبه، بوظت اوضه اللبس، بوظتوا الشخصيه. والمدربين بقى ده قصه تانية لوحدها. احنا بندفع 3 مدربين وان شاء الله هنكون سروب ده وندفع 4. يا عم كيلو، يا عم قلت لك كيلو قبل ماتشين الترجي. خسرت دوري الابطال، هتكمل بيه وتخسر كمان اصلا انك تلعب في دوري الابطال وتلعب كونفدراليه بقى ولا ايه؟ هنلعب ما هو لو تنها نلعب كونفدراليه وانا هو انت اهو. هنلعب كونفدراليه لو الراجل ده تنه ماسك الفريق سروب ده. لازم يبقى في كبش فدا، لازم لاعب يطلع. انت واحد من امام عاشور، زيزو، بن شرقي كده كده لازم يطلع حتى يعني سيبك من اللي هو اتسبب بيه النهارده، لكن لازم يطلع. ده جه عندك شط زيزو وامام، لازم تطلع حد فيهم. صفقات مضروبه، لعيبه مضروبه، ومهاجم بقى مشيته صعب عليه 7 مليون دولار. هم راحوا فين ال 7 مليون دولار؟ يا فرحته والله جبنا بيهم كام اعاره. راحوا فين ال 7 مليون دولار اللي مشيت بيهم وسام؟ يا عم ده وجالك وسام ومشيته، هات مهاجم سوبر بديل. كان عندك جراديشار مشيته، انت بتفضي يعني؟ فين البديل؟ انت بتمشي وخلاص، ما تجيب فين البديل؟ فين يعني فين البديل اللعيبه دي ما دام انت بتمشي وخلاص؟ فين بديل اللعيبه؟ انت اداره بايظه، سكاونتنج بايظ، مدرب بايظ، لعيبه بايظه. اللعيبه ما عند يعني بيلعبوا عشان الفلوس. والله اللعبه دي بتلعب عشان الفلوس. مفيش لاعب يجي له الارقام ديت ويلعب عشان الشعار، لا هو بيلعب عشان الفلوس. ما شفناش هويه ولا شفنا شخصيه ولا شفنا اي حاجه من الفريق النهارده. فريق ابيض. فاكر انت كلمه الاداري بتاع المقاولين العرب ده بيقول انت فريق مالط؟ هو قاعد في ملعب وشايف ان احنا فريق مالط فعلا. فريق ما بيلعبش كوره، ما نقدمش كوره. هنسيب سروب ده؟ مش هنعمل حاجه في الدوري. مش هنعمل حاجه، ده لازم يمشي. دي اول حاجه لازم تحصل. اول حاجه لازم تحصل. سيبك بقى ايه يرحل كابتن محمود الخطيب مش هيمشي يعني. ده حاجه كده هيكمل مدته. هو نفسه يشوف الافتتاح بتاع الاستاد، هو نفسه يشوف. حرام عليكم، ضيعتوا حقنا في كل حاجه. ضيعتوا حقنا في الجمهور، ضيعتوا حقنا في التحكيم. بقينا فريق ملطشه. الفريق اي حد عايز ياكل عيش على قفانا ياكل. اي مهاجم عايز يتالق يجي يلعب قصادنا. اي فريق عايز يقوم من وقعته يجي يلعب قصادنا. فريق الترجي ما كسبكش من بقاله كام سنه بيكسبك. لا ويكسبك في القاهره ثلاثه مذله كمان. انت بتتذل النهارده في الملعب، شفت ذل في الملعب. الشوط الاول عملته كويس وعلى عينه وعلى راسي، كمل الشوط الثاني بقى. كمل. جبان، مدرب جبان. لعيبه ما عندهاش روح، ما عندهاش شخصيه. مدرب عمل بتاع 3 4 تبديلات. ما ننزلش برمضان ليه؟ كده كده مش هنتكلم على فنيات ولا على لعيبه ولا الماتش، احنا بنتكلم في العموم. ايه الفساد اللي بيحصل ده؟ وايه ده كله يعني؟ والله العظيم يعني الواحد مستني هديه من الاهلي في تاني يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا مستنيين هديه من النادي الاهلي في تاني يوم العيد. ايه اللي بيحصل ده بقى؟ لازم غربله يا جماعه، لازم غربله زي ما قلنا. وبعدين جيت اول ما شروب خسر الماتش اللي في الدوري بتاع المقاولين قلت يمشي. يمشي وش هنكمل بقى افريقيا، نطلع من افريقيا. ادي خسرت النهارده 6 مليون دولار، ده غير كاس السوبر، غير الانتر كونتيننتال، غير وغير وغير. في الاجمالي 20 مليون دولار خسرتهم النهارده. 20 مليون دولار عشان ال 6 مليون دولار اللي عايز تدفعهم. ال 3 مليون دولار شرط الجزائي في عقد الراجل ده ما نعرفش كام، ما خافيه كان اعظم. والله ما نعرف كام، محدش عارف كام. بس اللي احنا عارفينه ان هو قاعد عشان هتدفعوا له فلوس. مين اللي بيكتب العقود دي؟ مين اللي كاتب عقد ريبيرو؟ مين اللي كاتب عقد كولر؟ مين اللي كاتب عقد سروب؟ مين اللي كاتب عقد اشرف داري؟ مين اللي كاتب عقد جراديشار؟ مين اللي كاتب العقود دي؟ يعني مش معقول يا جماعه الاهلي بيدفع راتب 3 مدربين وست سبع لعيبه يعني. ايه ده؟ يعني ايه ده بجد؟ وبرضه هتلاقي اللي كاتب العقد ده والله واحد صاحب الكابتن محمود، حبيبه، في مقعده جنبه. برضه هات حبايبي في قطاع الناشئين، برضه ما بنشوفش لاعب يوحد ربنا طالع من قطاع الناشئين في الفريق الاول. ليه؟ ما بنشوفش لاعب يوحد ربنا طالع من الناشئين ليه؟ ما بنشوفش لاعب بيلعب بدم في الفريق ليه؟ يا راجل ما بتشوفش. قول لي كده، هات لي لاعب كده جاب هاتريك بعد اسامه ابو علي. لاعب يلمع كده، يتالق كده وسط كوكبه النجوم اللي انت بتلاقيها دي، مفيش. لاعب يلعب ماتشين ورا بعض حلوين، مفيش. اللعبه كلها انانيه، بتتميز بالانانيه. ده عايز مدرب يا جماعه، مدرب يجلدهم، مدرب اللي الكره هتقف في رجله ازيد من سنتين يطلع بره. كل لاعب ياخد الكره عايز يرقص بقى، يدخل لوحده ويجيب هو الجول.
بيبحثوا عن النجوميه، قلت لك مش عشان الفريق. اللي بيشتغل عشان الفريق ده هيلعب للفريق، هيباص للفريق. لعب جماعي في النادي الاهلي بتاع زمان، لعيبه بتلعب نفسها، مدرب جاي مشطب جاي ياخد فلوس عندك ويمشي. يعني ده حاجه كنتوا قاعدين تعشمونا في مش عارف روزا وبرونو لاج ومش عارف مين، وفي الاخر لقينا رب استحملناها وبلعناها وقلنا ده شياكه، ده مش عارف ايه، ده باين عليه شخصيه، ده كسب الدوري الدنماركي مع مين ومع مين. فين في الملعب بقى؟ مدرب مش مسيطر على اوضه اللبس ولا على اللعيبه، مدرب جبان، ما بيعرفش يقف على الخط كده يزعق اللعيبه ولا يعفرت اللعيبه ولا يعني تحسه يعني وجوده من عدم. يعني عادي الاهلي بيستروب، هو الاهلي من غير استروب. انت عارف لو الاهلي بيلعب مع غير مدرب والله لعب احسن من كده. يعني مش فاهم ايه المدرب يا عم. شوف اي حل ومشوه، ده ما نشوفوش تاني، يا اما ده هيطلعنا كونفدراليه بقى. انتوا عشان ما تدفعوش شرط الجزاء فانتوا هتلعبونا كونفدراليه وطلعنا من دوري ابطال، وهنخسر دوري وهنخسر كل البطولات اللي بننافسها السنه دي. مدرب ما لعبش الا بطوله واحده وهي كاس السوبر اللي كانت من ماتشين دول اللي لعبهم بس ما لعبش غير دول، انما راح فين ما تعرفش، راح فين ما تعرفش بعد كده. اتمنى انك تكون فرحان يا كابتن محمود باللي بيحصل والله. يعني انت عملت فساد في الفريق كله. ويعني ايه رئيس نادي يترشح لدوره ثالثه؟ مش فاهم. يعني ايه رئيس نادي يمسك 3 دورات ورا بعض، 4 في 4 سنين في 4 سنين في 4 سنين، وقبل كده بقى عضو مجلس اداره ومش عارف ومش عارف ايه. انت ماذا قدمت من اسلوب حديث يأهلك انك تبقى رئيس النادي، او تجيب حد محترم يبقى رئيس النادي؟ جايب له سيد حفيظ عشان ترضي الجماهير ودخل بيه القايمه الشغل ده يعني، عشان ترضي الجماهير، محبوب الجماهير مش عارف إيه. ده مش مكانه. مكانه ينزل في الملعب، مكانه ولا يوقف على الخط. ده مكان سيد حفيظ مع احترامي يعني، بنحبه كلنا، لكن مكانه واقف على الخط. عايزين حد يجيب حقنا، حق الاهلي. في اي ماتش التحكيم لازم يلطشك، كاف لازم يلطشك، كاف فاسد، ريحته فاسده، ريحته نتنت والعالم كله شمها. يعني احنا بنلعب في كل حاجه، مفيش حاجه عده واحد، مفيش حاجه محترمه، مفيش حاجه محترمه توحد ربنا في اللي احنا بنشوفه. غربله من اول للاخر، غربله من اول للاخر، من اول محمود الخطيب اللي مش هيمشي الا بعد ما الاستاد يتفتح. وانا بقول لك هو مش هيمشي دلوقتي خالص، هو بس هيطلع خصم مش عارف كام في المية من اللعيبه، مع ان مشيان سروبي من بقائه ده 50-50. مش حاسسها قوي انهم هيمشوه، مش حاسسها قوي برضه ان هم هيقعدوه، تعرفش هم يعملوا ايه. لكن سروب غلطان والكل غلطان، بس مش سروب اللي يشيلها، مش المهاجم اللي يشيلها. مش هنقول ما عندناش مهاجم، لا احنا ما عندناش اداره. احنا بنلعب فريق على الله، تخطيط على الله. الحق ده زيزو هيبقى فري، ولو ضربناها ندي قفل الزمالك، لو جبناها ندي قفل الزمالك. هات زيزو يا جدع. طب انت درست هيعمل لك ايه؟ درست انك ممكن تجيب لاعب صغير بيلعب برجليه الشمال في ناحيه زيزو يبقى حلو، ما بقللش من زيزو. لكن بقول لك انت درست التوابع. هاب بن شرقي ده هيجي من الريان وجاي على الزمالك، لا هاتوا الاهلي هنا ادوهم كمان كاف. هاب بن شرقي، طب انت درست بن شرقي ده عنده كام سنه، ولا جاب كام جون من ساعه لما طلع من الزمالك؟ جاب بتاع 6 جون من ساعه لما طلع من الزمالك، اختفى من ساعه لما طلع من الزمالك، بيلعب في الدوري القطري، دوري ضعيف جدا جدا، بيروحش منتخب مغربي. فانت درست هتجيبه ليه؟ درست وهيفيدك في ايه؟ ضيعت لاعب هداف الدوري السويسري، جناح بيلعب برجليه الشمال اسمه كوتيسا، لو تفتكر كان في مفاوضات معاه، ضيعته عشان تجيب بن شرقي. ولما تضيع لاعب تقول ايه؟ بس مش عارف كام، عايز كام واحنا هندفع كام، وتروح تدفع للاعب 100 مليون، تروح تدفع لبن شرقي، تروح تدفع للعيبه مشطبه، لعيبه كسر، خط هجومنا كسر ال 30، بن شرقي زيزو تريزيجيه الثلاثه كاسرين ال 30. فهل ده خط هجوم النادي الاهلي؟ ما تفهمش. هل ده مدرب النادي الاهلي؟ ما تفهمش. هل ده فريق اصلا؟ دي راكبه على بعضها، مش راكبه. الناس اللي في الملعب مش راكبين على بعضهم. فريق مش عارف يجيب باك يمين، انت مش عارف تجيب باك يمين. لولا بالعمرو كنا هنقول مش عارف تجيب باك شمال. ما عندكش قلبين دفاع، ما عندكش خط نص، انت ما عندكش حاجه في فريقك. انت عايز غربله تجيب لعيبه تدرس، تمشي الاجانب كلهم يمشوا، مفيش حد يقف، مفيش حد اجنبي معلق في دماغه، مفيش حد اجنبي اللي هو ايه، هو ايه المزيكا دي؟ المزيكا اللي انت بتقدمها دي، ده انت تستحق تبقى مكان اجنبي وتقبض بالدولار. لا مفيش لاعب اجنبي يمزيكك في ارض الملعب. ما عندكش 5 لعيبه اجانب انت مش مستغلهم، مش هتستغلهم ما تجيبش يعني بلاه. مش هتستغل الاجانب ما تجيبش. كل صفقاتك بوم طخ، كل صفقاتك كده. روح شوف يا ابني الزمالك داخل في صفقه وهاتها وقول بوم طخ والجماهير هي وهيصه وكده لكن فين في الملعب؟ لا مفيش. لا احنا نروح نفتتح فرع مش عارف فين ومقر مش عارف فين ونسيب الفريق يخرب بقى. احنا مالناش دعوه، احنا جايبين لهم مش عارف زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وامام عاشور، جايبين لكم صفقاتها. خطط، هات لعيبه عدله، هات لعيبه صغيره في السن، هات لعيبه تفيدك في المستقبل.
ادمج ناشئين مع فريق اول، طلع ناشئ 2 في الفريق، العب برجوله، العب بروح. كلام اللعيبه والاداره والمدرب ده، المدرب يمشي مبدئيا، المدرب يمشي، الاداره تعيد التفكير. الخطيب ما يقدرش يمشي، قالك انه يقدر يمشي، يقدر يجيب واحد بتاع سكاونتنج محترم، مدير رياضي محترم، يقدر يجيب ناس تدير باحترام وباخلاص، يقدر يجيب لاعب واحد بتاع سكاونتنج يجيب لك لاعب. بس ده كل اللي في الموضوع، الموضوع سهل مش صعب، بس انت شغال باللي هو يرضي اصحابك، اللي هو يرضيك، اللي هو ايه، يا عم شفت مش عارف فتحنا فرع مش عارف فين، ده جالنا فلوس من مش عارف منين، فين اللعيبه فين الفريق، ما تفهمش. استنونا في حلقه جديده بكره، كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، والسلام عليكم.